سؤال: هل الزلازل والهزات الأرضية كوارث طبيعية، ظواهر طبيعية؟ هل لنا أن نصفها بأنها طبيعية؟ ما هو الجواب؟ لا. لماذا؟ تفسيرها بالطبيعية يذهب من القلوب المعنى الذي أرسلت له، وهو التخويف. قال عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يصفها بالطبيعية الماديون والملاحدة، أما المؤمن فإنه يوقن بأنها آيات من الله عز وجل يخوف بها عباده. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كسفت الشمس: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، بالتخويف. ولهذا أمر أمته بالفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق. هذا فيه أحاديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أسماء وأبي بكرة وأبي موسى والمغيرة بن شعبة وغير هؤلاء. وصفها بالطبيعية ونحوه يتجنب، بل هي آيات. قال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهل كان الطوفان الذي أرسله الله عز وجل على قوم نوح كارثة طبيعية؟ والريح التي أرسلت على عاد والصيحة التي أرسلت على ثمود، وكذا إهلاك الله عز وجل قوم لوط وأصحاب الأيكة، وإغراق فرعون في اليم، إغراقه جنوده. قال عز وجل في شأن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قال عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال بعض المفسرين في قوله عز وجل: أو من تحت أرجلكم، قال الخسف والزلازل، الخسف. وحديث الناس في هذه الأيام عن الزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا لا سيما في جنوبها، وأجزاء من شمال سوريا ما يعرف بسوريا، وهي أكثر مناطق بلاد الشام. التسمية عصرية مستهجنة أعني سوريا. يجب اعتقاد أن هذه آيات يرسلها الله عز وجل. هذا أمر آخر ينبغي الاتعاظ والاعتبار والمبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل واستغفاره، وعدم الأمن من مكر الله عز وجل. قال عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال عز وجل أيضا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. زلزلت الأرض في عهد عمر رضي الله عنه. قالت صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حتى اصطفقت السرر، فقال عمر رضي الله عنه: أحدثتم والله لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم، والله لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. ماذا قال لهم؟ قال: أحدثتم، ولم يقل كوارث طبيعية. فعلى العباد التوبة إلى الله عز وجل والاتعاظ والاعتبار. السعيد من وعظ بغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فلا تأمنوا مكر الله
الذنوب استفحل شأنها في الأرض، استفحل شأنها في الأرض. وتلك الديار أعني في تركيا وسوريا فيها منكرات كثيرة، فيها منكرات كثيرة. الأنظمة الحاكمة هناك حالها معلوم، الزنا منتشر، شرب الخمر منتشر، الإلحاد. والشعوب هناك مسلمة في الأصل، وهناك غير مسلمين لكنهم بنسبة أقل، فيدعى لمن كان هناك من المسلمين المنكوبين. نسأل الله عز وجل أن يفرج عمن هناك من المسلمين، فإن المصيبة عظيمة. آلاف المباني دمرت، هناك أحياء سويت بالأرض، صارت قاعا صفصفا، عمارات شاهقة غاصت في الأرض، زلزال مدمر قوي، تهاوت مباني مرتفعة وفزع الناس. القتلى بالآلاف، من آخر الإحصائيات أكثر من 6000 قتيل، معظمهم في الجانب التركي، وقرابة 25,000 مصاب، والأعداد قابلة للزيادة، لأن كثير منهم لا زال تحت الأنقاض، منهم من يسمع صوته وصراخه وهو تحت الأنقاض، لا يملكون له شيئا، لا سيما في الجانب السوري، فإن أحوالهم هناك شديدة، مساكين تتوالى عليهم نكبات. وبعض الناس ينظر إلى تلك المشاهد نظر المتفرج المستمتع، كأنه يستمتع بمشاهدة فيلم من الأفلام. هذا لا يجوز، لا بد من الخوف من الله عز وجل، ولا يجوز الأمن من مكر الله عز وجل، لا تأمن مكر الله عز وجل. والذنوب لها معرة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من الملفت للنظر أن بعض المساجد في تلك الأحياء وعامة تلك الأحياء فيما يظهر والله أعلم المساجد فيها قليلة، وربما لا تعمر كثيرا. مسجد قائم على ما هو، لم يتضرر بشيء، والمباني من حوله مدمرة. هذا ينبغي الاعتبار به، لأن المساجد بيوت الله عز وجل، خير البقاع، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا قد حدث في تسونامي جنوب شرق آسيا في أندونيسيا وما حولها قبل قرابة 20 عاما. كان من الملحوظ أن المساجد نجت بفضل الله عز وجل، إقامة الصلوات من أسباب دفع العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إلهنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت